كيتو مناسب لمرضى السكري بدون أي دقيق ولا جلوتين ولا لاكتوز. سنحتاج 3 ديال البيضات، ضربهم مزيان بالضرب اليدوي، ملعقتين زيت زيتون أو زبدة، ما تخافوش الطعم ما كيبانش، نصف كأس سكر ستيفيا، كاس حليب جوز الهند اللي صايبنا ديك المرة، ونصف ملعقة صغيرة فانيليا، كاس ونصف ديال الكوك نضيفوه بالتدريج لأن النوعية ديال الكوك كتختلف، كيس ونصف خميرة كيميائية والباقي ديال جوز الهند. نخلطوه ونخليوه يرتاح 10 ديال الدقائق باش الجوز الهندي الا كان غادي يشرب لنا السوائل ويبان لنا القوام خاصو يكون بحال هكا. وندخلوه للفرن وها هو الكيك ديالنا واجد. دابا نحضروا الكريمه. سنحتاج كاس ونصف ديال حليب جوز الهند، ملعقتين ونصف كبار ديال بذور الكتان مطحونين، ملعقه كبيره ونصف سكر ستيفيا، ملعقه كبيره كاكاو مور، ملعقه صغيره ونصف مستخلص الفانيليا. نديروه على نار متوسطه حتى يولي القوام ديالو بحال هكا. الطعم ديالو كيجي رائع جدا اذا استخدمتوا فانيليا جيده، وبهكا نكونوا درنا اسهل والذ